بتبدأ القصة بالبطلة جيد، باريستا موهوبة وأم عزباء وبتعاني، وهي بتصحى الصبح وبتنزل على المطبخ بتلاقي ابنها زيون واللي عنده 7 سنين بياكل الفطار اللي عمله لنفسه، وهنا بيفكرها إنهم محتاجين يدفعوا مصاريف مدرسته، وبعديها بيسألها لو كانوا فقراء. جيد بتهز بدماغها وبتقوله إنهم مش فقراء. هنا زيون بيقترح إنه ممكن يروح مدرسة أرخص، لكن جيد بتقوله إن ده شغلها هي، وبتطلب منه يجهز علشان يروح المدرسة. بيتضح إن زيون بيعاني من مرض نادر في العظام بيأثر على حركته، وبعد ما بتوصله للمدرسة جيد بتروح شغلها في كافيه صغير في الحي بتاعهم. صاحبة الكافيه مدام تشينجلي ست ودودة في الخمسينات من عمرها، وباين إنها قريبة جدا من جيد. مدام تشينجلي بتشتكي إن الكافيه مش بيكسب زي المتوقع، وبتلوم المطاعم الجديدة في المنطقة اللي بتسرق الزباين. جيد بترد عليها إنها ما تقلقش، وبتقترح إن شوية تغييرات في الكافيه ممكن تخليه أكتر جاذبية. بعدها بنتعرف على بطل القصة إيروس باتراكس، شاب وسيم لكنه متعجرف، وهو ابن واحد من كبار رجال الشحن. إيروس بيتلقى مكالمة من والده واللي بيسأله لو كان هيوصل الاجتماع في ميعاده، وإيروس بيقول إنه هيكون هناك في 5 دقايق، لكن والده عارف إنه بيكذب. بيتضح إن إيروس بيحاول يكسب ثقة والده وعاوز يثبت إنه يستحق يكون وريث للشركة. بعد جلسة الملاكمة بتاعته إيروس وسكرتيره الكبير دونوفان بيروحوا الكافيه اللي جيد بتشتغل فيه، وهنا أبطال القصة بيقابلوا بعض لما جيد بتصطدم بإيروس بالغلط. اللقاء الأول ما بينهم مش بيكون لطيف، وإيروس بيقول لها ببرود إنها تخلي بالها وهي ماشية. هو باين عليه من البداية إنه متضايق علشان والده ما خلاهوش يحضر الاجتماع، وتعليق إيروس بيخوف جيد، لكنها بتحاول ترحب بالزبون بشكل أحسن. بعديها بتعمل له قهوة من الخلطات الخاصة بتاعتها، وإيروس ودونوفان بينبهروا بمهاراتها كباريستا. إيروس بيرجع لمود كويس وبيقول لدونوفان إنهم لازم يروحوا الاجتماع. بعد كده إيروس بيحضر الاجتماع مع والده وبيقترح حل للمشكلة الحالية. بيتضح إن الشركة عندها نزاع بين العمال في الميناء. إيروس بيقترح إنه يقابل العمال بنفسه ويسمع شكواهم، وكالعادة والده متشكك وعاوز يدير الشركة لوحده علشان مش شايف إيروس مناسب يكون وريث بسبب إنه بيعيش حياة لاهية ونادرا ما بيكون جاد في شغل الشركة. رغم تحفظات والده إيروس بيقدر يقنع أعضاء المجلس إن النزاع هيتحل قريب. نتيجة لنجاح الاجتماع إيروس بياخد قرار سريع إنه يعين جيد كمساعدته الشخصية علشان كانت السبب في إنها تخليه واثق بنفسه، وكمان هو بيلاقي إن ملامحها مألوفة بطريقة غريبة. بناء على أوامر رئيسه دونوفان بيزور الكافيه تاني وبيعرض على جيد وظيفة مساعدة شخصية في شركة باتراكس. جيد بطبيعة الحال بتفتكرها مسحة علشان مفيش حد هيعين شخص غريب بالشكل ده. دونوفان بيديها كارت وبيقول لها تفكر في الموضوع، لكن جيد بتكون مستعجلة علشان لسه وصل لها مكالمة من مدرسة ابنها. لما بتوصل المدرسة بتعرف إن حالة ابنها بتسوء، وده معناه إنه محتاج علاج وأدوية أغلى. وقدام الدمار المالي جيد بتقرر إنها تقبل الوظيفة في شركة باتراكس علشان هتزود راتبها بشكل كبير. في أول يوم شغل ليها بتكتشف إن إيروس غني جدا، وخلال استراحة الغداء بترجع للكافيه القديم بتاعها بتتكلم مع مدام تشينجلي عن يومها. الستتين بيتفقوا يعملوا خطة لتطوير الكافيه، لكن بما ان جين بقى عندها شغل تاني هتبقى شريكة في المشروع. علشان يوسعوا الشغل لازم يقدموا خطة للتمويل للبنك، فبيحددوا ميعاد مع موظف البنك لليوم التالي. بعد كده جيد بترجع لمكان شغلها الجديد، وإيروس بيكلفها لتجهيز قاعة الاجتماعات علشان عندهم اجتماع مهم مع المدير الياباني السيد تاكاشي الساعة 3 العصر. بينما إيروس بيروح يتمرن في الملاكمة كالعادة جيد بتجهز القاعة. فجأة المدير الياباني بيوصل وجيد بتستقبله باحترام وبتسأله لو كان جاي بدري. تاكاشي بيقول لها إنه على ميعاده وإن الاجتماع الساعة 2. هنا بتبدأ المشكلة علشان إيروس لسه في جلسة التمرين، واتضح إنه اتنقل ليه التوقيت الغلط. لما جيد بتخبره إيروس بيستعجل علشان يجهز نفسه ويرحب بتاكاشي، لكن المدير الياباني بيكون صارم جدا في المواعيد وبيوبخ إيروس على قلة احترامه. السيد تاكاشي بيمشي قبل ما إيروس يقدر يعتذر له بشكل لائق، ونتيجة لكده إيروس بيضطر يسمع توبيخ شديد من والده. في المقابل بيخرج غضبه على جيد اللي مش فاهمة هو ليه بيزعق ليها، مع إن هو اللي نقل ليها ميعاد الاجتماع غلط من البداية. في وقت لاحق في الليل إيروس بيطلب من جيد
تيجي عند البيت بتاعه. لما بتوصل هناك بتلاقيه سكران بيبدأ يندب حاله قبل ما ينام على الكنبة. بعد كده جيد بترجع البيت وبتلاقي أختها ساف في المطبخ. بطلتنا بتحكي لأختها عن يومها وبتشتكي من إن مديرها الجديد شخص وقح. في اليوم التاني جيد بتقدر تكسب إعجاب السيد تاكاشي لما بتهديه قهوة سومياكي، واللي بتتجمع يدويا من مزارع في البرازيل وبتتصنع على يد أحفاد يابانيين. السيد تاكاشي بينبهر بمدى تفكير جيد واهتمامها وبيوافق إنه يعمل شغل مع عائلة باتريكاس. وخلال الاجتماع جيد بتفوت موعدها مع موظف البنك ومدام تشينجلي. رغم إن جيد أنقذت الشركة من خسارة مستثمر محتمل، هي خططت للهدية من غير ما تستشير إيروس بالأول. والد إيروس بيلاحظ بسرعة إن جيد مساعدة ذكية وأنقذت سمعة ابنه، لكنه بيقلل من شأن إيروس وبيقوله إنه يمكن خدع السيد تاكاشي لكنه مش هيقدر يخدع والده. كالعادة بطلنا بيغضب من جيد علشان تصرفت من غير ما تقوله. بعد الشغل جيد بتزور بيت إيروس وبتواجهه وبتقوله إنها مش فاهمة ليه زعلان منها وإن هي اللي أنقذته. ولما سألها ليه ما قالتلوش عن الهدية قبل كده، جيد بتشرح ليه إن كل حاجة حصلت بسرعة وإنها اضطرت تتحرك علشان السيد تاكاشي كان راجع طوكيو بنفس الليلة. إيروس بيزعق ليها وبيقول إنها خلت شكله أحمق قدام والده. أخيرا جيد بتنفجر وبتقوله إنه لازم يعمل شغله بنفسه بدل ما يطلع غضبه عليها، وبتضيف إن ده السبب اللي بيخلي والده ما يحترموش. إيروس بيوقفها وبيصرخ عليها وبيقول لها إنها مطرودة. في صباح اليوم التالي جيد بتقدم اعتذار رسمي في المكتب، بتقوله إنها ممكن تكون اتصرفت باندفاع لكنه بيطلع أسوأ ما فيها وإنه مش بيقدر يطردها علشان هي بتستقيل. بعديها بتخرج من المكتب. فجأة ساف بتتصل بجيد وبتقول لها إن زيون وقع وتم نقله للعيادة. جيد بتعرف إن حالة ابنها بتزداد سوء يوم بعد يوم وإن عظامه بتتدهور بسرعة، وده معناه إنه محتاج رعاية متخصصة. بطلتنا بتقرر إنها هتتغلب على مشاكلها المادية بأي طريقة علشان تقدر توفر لابنها أفضل رعاية صحية. في وقت لاحق جيد بتقابل مدام تشينجلي بخطة عمل وبتطلب منها إنها ترجع شغلها في الكافيه. السيدة الطيبة بتقول لجيد إنها مرحب بيها في أي وقت. الاتنين بيقرروا يكملوا خطتهم لتطوير الكافيه. في الوقت ده والد إيروس باتريكاس الأب بيقاطع جلسة الملاكمة بتاعة ابنه علشان يخبروا إن المجلس دعا لاجتماع جديد عايزين يعرفوا مين الوريث القادم للشركة. باتريكاس الأب بيكشف إنه هيختار بنته كلوي علشان قدرت تحقق توقعاته. كلوي بتمتلك 3 أحواض سفن في أوروبا وكمان بتحافظ على سلالة العائلة علشان هتتجوز قريب. لما يسمع إيروس الكلام ده بيقول بشكل مفاجئ إنه هو كمان هيتجوز دلوقتي، لازم يلاقي بنت يتجوزها. بعد التفكير شوية بتجيله فكرة. في الوقت نفسه جيد بتكتشف بحزن إن مدام تشينجلي تم تشخيصها بالسرطان مؤخرا، وده السبب اللي خلاها تطلب من جيد تشاركها في الكافيه علشان ما عندهاش وقت كتير. في المساء بينما جيد بتستعد تمشي من الشغل، إيروس بيزورها في الكافيه. هي مش فاهمة ليه بيكلمها بعد كل اللي حصل ما بينهم. في البداية إيروس بيعتذر عن تصرفاته وعدم شكره ليها على إنقاذ الصفقة مع السيد تاكاشي. بعد كده بيعرض إنه يستثمر في الكافيه، لكن جيد بتكون ذكية كفاية إنها تفهم إنه عاوز منها مصلحة. فجأة إيروس بيعرض عليها اتفاق زواج، بيشرح ليها إنه عاوز يكسب ثقة والده ويخليه يصدق إنه ناجح زي أخته. لما جيد بتسمع الكلام ده بتتفاجئ وبترفض عرضه، لكن لما تعرف إن أولاد مدام تشينجلي القاسيين باعوا الكافيه وإنهم لازم يسيبوه في خلال أسبوع، بتقرر تقبل عرض إيروس علشان تقدر تستفيد ماليا. في الوقت ده إيروس ما يقدرش يوقف تفكيره في جيد علشان متأكد إنهم قابلوا بعض قبل كده وقبل ما يصطدموا في الكافيه، لكنه مش قادر يفتكر فين وإمتى. في المساء جيد بتزور مكان إيروس وبتقبل عرضه إنها تكون خطيبته المزيفة لكن بشروط غير قابلة للتفاوض. مش بس لازم يستثمر في الكافيه، لكن كمان لازم يشتري مكان جديد علشان جيد ومدام تشينجلي يكملوا شغلهم، وعلشان جيد هتقضي وقت معاه أثناء فترة الخطوبة دي. جيد هتبعد عن مسؤولياتها في الكافيه فبتطلب تعويض زي أي موظفة. إيروس بيوافق على شروطها بكل سرور. في اليوم التالي بطلتنا بتحصل على تغيير كامل في شكلها علشان إيروس شايف إن خطيبته لازم تكون أنيقة وراقية بفستان أصفر لطيف. جيد بتبان مذهلة، ولما جيد سألت إيروس ليه اختارها هي،
قال لها إنها المرأة الوحيدة اللي ممكن تخليه يبان كشخص صادق. بعديها أثناء قيامهم بتمثيل مشهد الخطوبة الوهمية بيقاطعهم شخص لإبلاغ إيروس بأمر ما. الشخص ده بيكون جوزيف خطيب جيد السابق. إيروس اللي مش عارف عن علاقتهم بيقدم جوزيف لجيد وبيقول لها إنه انضم للشركة مؤخرا. بعد كده إيروس بيعلن خطوبته الكبيرة لأهله أثناء تجمع غداء. رغم إن والدته سعيدة بالقرار، والده مش مقتنع بمسرحية. باتريكاس الأب مصر إنه يجعل كلوي الوريثة للشركة. في صباح اليوم التالي جوزيف بيزور جيد فجأة وبيعتذر عن تصرفه باليوم اللي فات لما تجاهلها، وبيوضح إنه كان مصدوم. بنشوف فلاش باك ل8 سنوات ماضية، بنعرف إن جوزيف اللي كان عنده وقتها 28 سنة ساب جيد اللي كان عندها 19 سنة فقط وسافر لأمريكا. وبينما بيتكلموا عن حياتهم، زيون فجأة بيقاطعهم وبيحضن والدته. جوزيف بيتفاجئ علشان ما كانش يعرف إن جيد عندها ابن. بعديها لما جيد بتودع جوزيف، شخص غامض بياخد صور ليهم بالسر. بعد كده جيد بتروح الكافيه وبتلاقي إيروس مستنيها، بتعمل ليه المزيج الخاص بتاعها، وأثناء كده بتتكلم معاه عن القهوة. وخلال العلاقة الوهمية دي جيد وإيروس بيبدأوا يقضوا وقت أكتر مع بعض، ومن غير ما ياخدوا بالهم بيبدأوا يعجبوا ببعض. في نفس الوقت إيروس بيستمر في استرجاع ذكرياته عن يوم قابل بنت شبه جيد تماما في حفلة مقنعة. كل ما يقرب منها أكتر بيزداد اقتناعه إن البنت اللي قابلها في الحفلة وجيد هم نفس الشخص. واليوم التاني في الشغل والدة إيروس بتزوره وبتديه خاتم عائلي، بتقوله إنه لو متأكد من جيد يقدر يديها الخاتم، وكمان بتسلمه ملف فيه صور حديثة لجيد وزيون وجوزيف. بيظهر إن والد إيروس كان مخلي حد يتابع جيد ويحقق في حياتها الشخصية. إيروس بيتفاجئ لما بيشوف الصور، خاصة وإن جيد قالت إن مفيش حاجة بينها وبين جوزيف، وكمان ما كانش يعرف إنها عندها ابن. دلوقتي بيبدأ يشك لو كان يعرفها فعلا. في المشهد التالي إيروس بيقدم لجيد عقد خطوبة علشان توقعه في حالة إنها فكرت تستغله. جيد بتلاحظ تصرفاته الغريبة، خصوصا إنه كان ودود ولطيف جدا اليوم اللي قبله. ولما سألته هو ليه بيتصرف كده، إيروس بيرد بهدوء إن ده شكل اتفاقيات العمل وإنها ما ينفعش تتوقع أكتر من كده. جيد بتحس بالجرح من كلامه وبتخرج من مكتبه وهي بتعيط. جوزيف بيلاحظها وبيجري وراها، بيقرأ عقد الخطوبة وبيعرف عن علاقتهم الوهمية. جيد بتكمل عياط وجوزيف بيحضنها علشان يواسيها، ولسوء الحظ إيروس بيوصل في الوقت نفسه وبيشوفهم مع بعض. إيروس بيسيء فهم الموقف وبيخطف العقد من جوزيف وبيمزقه. بعديها بيصرخ في جيد وبيقول لها إن كل حاجة انتهت. في المساء جيد بتزور إيروس في بيته وبتنفجر في وشه. إيروس من ناحيته بيقول لها إنها كدبت عليه عن حياتها وعائلتها. جيد بتقوله إن جوزيف جزء من ماضيها، علشان كده ما كانتش مستعدة تتكلم عنه. إيروس بيستمر في سؤالها لو كان زيون هو ابن جوزيف، لكنها بترفض ترد. رغم الشجار الحاد إيروس بيهديها وبيقرب منها ببطء. الاتنين بيبوسوا بعض وفي النهاية بيخشوا لأوضة النوم. أثناء ده بنشوف فلاش باك عن إيروس وهو بيفتكر الليلة اللي كان فيها مع البنت الغامضة في الحفلة. في المشهد التالي بنرجع لليلة اللي جيد وإيروس اتقابلوا فيها لأول مرة في الحفلة المقنعة. بنكتشف إن نفس اليوم ده جوزيف كان سافر أمريكا، وأخت جيد ساف خدتها النادي علشان تطلعها من حالتها. الأختين لبسوا باروكات وأقنعة ودخلوا الحفلة. هناك إيروس اللي كان لابس قناع برضه اصطدم بجيد، بدأوا يتكلموا ويغزلوا بعض. جيد اللي كانت محتاجة تنسى طلبت من إيروس إنه يبوسها، وفي النهاية قضوا ليلة واحدة مع بعض. وهنا بنرجع للحاضر، جيد وإيروس وهما لسه في السرير بيكتشفوا إن لقائهم الأول كان الليلة دي اللي ما كانوش فاكرين تفاصيلها. إيروس بيقول لجيد إنه كان بيدور عليها من وقت الليلة دي، ومع ذلك جيد بتستعيد وعيها وبتقوله إن كل ده كان غلطة. بعديها بتلبس وبتمشي من شقته. في اليوم التالي جوزيف بيزور جيد فجأة وبيعتذر ليها عن غيابه كل السنين اللي فاتت، وبيقول لها إنه دلوقتي رجع ومش هيسيبها من غير ما يحارب علشانها. في نفس الوقت إيروس بيرسل رسالة لجيد وبيقول لها إنهم محتاجين يتكلموا عن اللي حصل الليلة اللي فاتت. لما بيتقابلوا بيطلب منها تفسر سبب ارتباكها اليوم اللي فات. جيد بتقول إنها كانت مصدومة لما اكتشفت إنه هو نفس الشخص اللي قابلته من سنوات في حفلة القناع. أخيرا بتكشف ليه الحقيقة عن ابنها زيون وإن إيروس هو والده. إيروس بيقول إنه مش متفاجئ وكان شاكك في ده بالنظر لتوقيت لقائهم
اللي كان من 8 سنين. بيستغل إيروس الكشف ده بإيجابية وبيقول إنهم يقدروا يكونوا عائلة سعيدة، وبيعتذر ليها عن كل اللي اضطرت تتحمله لوحدها. مع ذلك جيد بتقول إنها مش عايزة تكشف الحقيقة عن زيون، وإنها مش عايزة تخاطر وتجعل حياته أصعب مما هي عليه. بعديها بتقترح إنهم يمشوا في طريقين مختلفين قبل ما تسيبه وتمشي. في اليوم التالي إيروس بيزور شقة جيد علشان يقابل زيون. بيقدم نفسه كصديق لجيد وبيديه سفينة لعبة. بيتكلموا شوية قبل ما يتبادلوا حضن دافي. بعديها إيروس بيودع ابنه وبيقوله إنهم هيقابلوا بعض قريب. في المشهد اللي بعده بطلنا بيقدر يثير إعجاب مستثمرة جديدة. المستثمرة بتدعيه على عشاء مع باقي الشركاء وبتقوله إنه لازم يجيب معاه مدام بتراكس المستقبلية، ويعني جيد. بعديها والد إيروس بيبلغه إن كلوي هتوصل المدينة الأسبوع الجاي، ولما بتوصل هيعلن رسميا إنها هتكون الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. إيروس بيعترض وبيقول لوالده إنه يقدر يعمل اللي هو عاوزه وإنه تعب من محاولات إثبات نفسه ليه. في المساء جيد بتزوره وبتسلمه اللعبة السفينة اللي اداها لزيون، وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها أو حياة ابنها. إيروس بيرد عليها إنه يقدر يطالب بحضانة ابنه لو عاوز، لكنه مش هيعمل كده، وكل اللي عاوزه هو خدمة صغيرة. بيطلب منها إنها تحضر معاه حفل العشاء. في المشهد اللي بعده الاتنين بيدخلوا الحفل الممتع واللي مليان أعضاء مجلس إدارة شركته، بيمثلوا وبيحاولوا يقنعوا الكل إنهم فعلا بيحبوا بعض. وخلال الوقت ده إيروس بيقول لجيد إنه بيحبها. جيد بتتصدم وبتسيب المكان علشان بتعتقد إنه بيقول كده بس علشان يخلي التمثيلية تبان حقيقية. من وجهة نظرها هو مهتم بس بالشغل وضمان منصبه كرئيس تنفيذي عن طريق الظهور كرجل عائلة جيد. لما ترجع البيت جوزيف بيزورها وبيكمل يقول لها إنه لسه بيحبها وعاوز الأمور ترجع زي الأول. ومع كده بعد كل السنين دي جيد أدركت إنها ما كانتش بتحبه بجد، لكنها كانت معتمدة عليه. بعديها بتقترح إنهم يبعدوا عن بعض. بعد كده جوزيف بيروح يتكلم عن جيد مع إيروس، واللي في لحظة غضب بيكشف إن زيون هو في الحقيقة ابنه. المشهد بيتنقل فجأة لمبنى شركة بتراكس، وكان جوزيف بيقدم استقالته لوالد إيروس. بيشرح إنه مش هيقدر يشتغل تحت قيادة إيروس بعد كده، وقبل ما يمشي بيكشف إن ابن جيد هو حفيده، يعني إيروس هو والد زيون. في الوقت نفسه جيد بتصحى في نص الليل وبتلاقي 19 مكالمة فائتة. بتروح للباب وبتلاقي إيروس هناك، واللي بيبلغها بحزن إن مدام تشينجلي خسرت معركتها مع السرطان. جيد المكسورة القلب بتجري على الكافيه مع إيروس، لكنها ما بتلاقيش حد هناك. إيروس بيقول لها إنه اهتم بكل حاجة لما مدام تشينجلي وقعت فجأة. الطاقم حاول يتصل بجيد، لكن بما إنها ما ردتش على مكالمتهم اتصلوا بإيروس لإبلاغه بوفاتها. بعديها بياخدها البيت، وهنا جوزيف بيوصل للباب بعد ما سمع الخبر المحزن. دلوقتي التلاتة واقفين قدام بعض. إيروس بيطلب من جيد تختار بينه وبين جوزيف. المشهد بيقطع فجأة وبنشوف إيروس وهو قاعد حزين في عربيته، وبنعرف إنها اختارت جوزيف عليه. دونوفان بعديها بيخليه يدرك إن السبب اللي خلى جيد ما تختاروش مش لإنها ما بتحبوش، لكن علشان بتعتقد إنه بيعمل كل ده بدافع الشعور بالذنب. بعديها دونوفان بيقول لإيروس إنه لو كان فعلا بيحبها لازم يروح وراها فورا. وبأمل جديد إيروس بيرجع لشقة جيد، لكنه بيلاقي جوزيف هناك. جوزيف بيكمل يتوسل لجيد علشان تديله فرصة أخيرة يثبت ليها إنه بيحبها بجد. بعد كده بيحاول إنه يبوسها، لكن جيد ما بتحسش بنفس الشعور تجاهه. بتحاول تبعده لكنه ما بيقبلش الرفض. وهنا إيروس بيشوف الوضع، بيندفع لشقة جيد وبيبدأ يلكم جوزيف وبيقوله يسيب جيد في حالها. وأثناء ما بيتخانقوا زيون بيصحى وبيشوف الفوضى. جيد بتجري لابنها وبتغطي عيونه وبتصرخ على الاتنين يخرجوا من شقتها. في اليوم اللي بعده والد إيروس بيواجهوا عن جيد وابنهم، وبيتهم جيد بإنها بتتلاعب بإيروس علشان يجيبوا فلوسهم. مش هيسمح إن اسم عيلته يتهان بسبب واحد ساذج زي إيروس. وهنا بيقوله إنه لازم يختار بين جيد والكرسي اللي على الطاولة، يعني منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وفجأة بتوصل شرطية للمكان علشان تقبض على إيروس بتهمة الاعتداء البدني. بيبان إن جوزيف بلغ عليه الشرطة بسبب الشجار اللي حصل بينهم اليوم اللي فات.
إيروس بيتمكن من تبرئة اسمه بعد كده. بعديها والد إيروس بيزور جيد في مقهاها. باتريك سينيور عاوز يعرف نوايا جيد، متوقع إنها عاوزة ثروتهم. جيد ما قبلتش الازدراء ده وقالت له إنها مش عاوزة أي حاجة منه. باتريك سينيور بعديها بيقول لها إن هو اللي عاوز حاجة منها، وبيقول إنه هيتكفل في كل الفواتير اللي لازم تدفعها لزيون وهيديله حياة أفضل، لكن مش لازم حد يعرف إن إيروس عنده ابن. جيد بتتعصب من الكلام ده وبتقوله يسيب المقهى فورا. لما يعرف إيروس باللي حصل بيقرر إنه يرد على والده. في اجتماع مجلس الإدارة بيعلن إن عنده طفل مع جيد، وبيفضح إن والده أجبره يختار بين ابنه وبين الشركة، وبيقول إنه هيسيب الشركة نهائيا. في الوقت نفسه جيد بتكون مش لاقية زيون في البيت، بتدور في المدينة كلها وهي بتعيط وبتصيح باسم ابنها. بعديها بتتصل بإيروس وبتقوله إن قبلهم ضاع. من حظهم إيروس بيلاقي زيون خارج مبنى الشركة، وهنا إيروس بيدخله جوه وبيبدأ يتكلم مع الولد. زيون بعديها بيسأله براحة لو كان إيروس هو والده. لو كان كده زيون هيطلب منه دفع فواتير علاجه المكلفة علشان مش عاوز يسيب مامته وهي بتبكي كل ليلة على نفقات الفواتير. إيروس بيكبت دموعه علشان ما عندوش كلمات للولد. بعد كده جيد بتجتمع أخيرا بابنها. إيروس بعديها بيتكلم عن فواتير العلاج وبيقدم يساعدها، لكن جيد بتقول إنها قررت من زمان إنها تعتني بابنها لوحدها علشان هو مسؤوليتها هي. وإيروس علشان حاسس بالذنب وواخد قرار إنه يساعد جيد بيروح لوالده يتوسل إنه يرجعه الشغل، وبيقول إنه من وقت ما عرف إن زيون ابنه مش هيقدر يسيبه من غير ما يدفع تكاليف علاجه، علشان كده هو هيساعد جيد بطريقة غير مباشرة بالمال، وفي كده هو عاوز الشغل مرة تانية في الشركة. باتريك سينيور بيوافق يرجع إيروس للشركة، لكن عنده 3 شروط. أولاً إنه يدعم أخته كلوي واللي هتبقى المديرة التنفيذية للشركة. ثانياً لازم يكمل كل مسؤولياته في الشركة. ثالثاً يتجوز بنت مالك شركة شحن تانية. إيروس بيشعر إنه مجبر يقبل الشروط دي، بس هو برضه بيطلب منه إنه ما يقربش من جيد وابنهم. في اليوم التالي دونوفان بيجيب عقد جديد لجيد واللي بيقول إن إيروس هيكمل يستثمر في المقهى وكمان هيقدم مبلغ كبير كراتب شهري ليها علشان عندها ذوق استثنائي في القهوة. جيد بتعرف إن في حاجة ورا كده، بتسأل دونوفان عليه ودونوفان بيقول لها إن إيروس هيتجوز. جيد بتتصدم وبتجلس تفكر وحدها في كل الوقت اللي قضوه سوا. في الوقت نفسه إيروس بيستعد لليوم الكبير واللي هيعلن خطوبته المترتبة، ومامته بتقوله يفرح شوية وإن ده كان قراره إنه يتجوز. لما إيروس بيشتكي إنه ما كانش عنده خيار حقيقي، والدته بتقترح إنه يعمل اللي فيه مصلحة لابنه زيون زي ما هي ووالده دايما بيعملوا اللي فيه مصلحة ليه. بعد سماع الكلام ده بطلنا بياخد قرار نهائي قبل يومه الكبير. المشهد بيتغير فجأة وبيظهر إيروس وهو بيزور جيد في المقهى، بيكشف ليها إنه مش هيتجوز البنت اللي اختارها والده، وبيوضح ليها قد إيه هو عاوز يكون جنبها وجنب ابنهم حتى لو ده معناه إنه يتنازل عن إرث عيلته. جيد بتتأثر بكلامه وأخيرا بتصارحه إنها بتحبه. في المشهد اللي بعده الحبيبين بيقرروا يتجوزوا في حفل بسيط في المقهى. زيون بيكون فتى الورود في فرح والديه، وجوزيف اللي بقى متصالح مع جيد بيكون موجود كمان. وأثناء ما إيروس واقف مستني عروسته بيلاحظ إن أهله لسه ما وصلوش. لحسن الحظ والدته بتوصل وده بيخليه ياخد نفس طويل من الراحة. جيد اللي لابسة فستان جميل بتستعد إنها تمشي في الممر، وفي اللحظة دي باتريك سينيور بيوصل وده بيبان إنه بيهتم بسعادة ابنه. بعديها باتريك سينيور بيقرر يمشي مع جيد في الممر وده بيأثر جدا على إيروس علشان ما كانش متوقع حاجة زي دي من والده. جيد وإيروس بيتعلنوا زوج وزوجة وبعد كده بيتبادلوا الخواتم وبتنتهي قصتنا بنهاية سعيدة. لو عجبتكم أتمنى تضغطوا لايك وتدونا رأيكم في التعليقات وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.